السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم حنتكلموا في موضوع مهم جدا لكافة الجيمر وكافة الأشخاص المحنكين في مجال الجيمنج. حنتكلموا شو الفروقات بين البلاي ستيشن 5 الفات وبلاي ستيشن 5 السليم، وين واحد نشري فيهم، وهل البرو يستحق لو كان أنا عندي 5 أصلي يستحق الشراء. لو عندي مثلا 5 فات أو سليم نشريها أو لا. كل هذا لو تبغوا تشوفوه تتابعوه كملوا معنا المقطع للنهاية. متنسوش تحطون لايك والاشتراك، نبغى نوصل 400 مشترك في أقرب وقت ممكن. طبعا أول حاجة، أول إصدار في 2020 للبلاي ستيشن 5 كان بلاي ستيشن 5 فات، وما كانش ليه إصدار واحد فات، كان ليه إصدار 1000 وال1100 وال1200. والفروقات بس إن حجم المروحة المبرد في ال1000 كان حجمه كبير، بعدين صغروه شوية في ال1200، بعدين هو ولا صغير هلبة في 1200. والفرق بين الفات لو نجوتوا للسلم اللي صدر تقريبا 2022، صدر السلم نهاية 2022 بداية 2023 مثلا صدر. هل هو فيه فروق هلبة على الفات أو لا؟ فالحقيقة هو نفس الأداء نفس كل شيء، لكن من عادة شركة سوني إن تنزل لك إن شاء الله ماكينة كبيرة اسمها الفات وتختصر على روحها، بعدين تنزل لك سليم هيكون سعره أرخص مش بحالة بذيك السعر من الفات، لأن سوني تختصر على روحها في ماديا، تحط لك مبرد صغير الحاجات اللي داخله صغيرة تكون، لكن هذا ما يعنيش انه يفرق في الاداء او في الفريمات او في اي حاجة، بالعكس المزوز نفس الاداء، يفرقوا بس في استهلاك الكهرباء. بين البرو اللي يتوقع صدوره نهاية 2024 هيكون جهاز غالي الثمن، محدش ينقل انه هيكون غالي الثمن، بين ما يعني مش هيكون فرق عن الفايف العادي او الفات او الفايف السليم الا شي بسيط. طب الفريمات مثلا، او خلوه مثال متشدوش علي، الفايف الفات والسليم مثلا يشغلوا 60 فريم مش على الثابت مثلا، هو حيشغل على الثابت. هيك تكون الفروقات، مش ديك الفروقات اللي تقول لو متنسوش ان الفايف الفات والفايف السليم وحوشة، حتى الفور وحش، لكن يعني خلينا تو في أزمة الجيل الجديد. نصيحتي في نهاية المقطع انك لو انت او تبي تشتري بلاي ستيشن 5 تشتري الفات او السليم، ان البرو بينزل مش الفرق يعني في كتير من الحاجات ما يفرقوش كتير من الحاجات يعني. فانت بتضطر مثلا السعر هذا الفات هو حاليا من 400 ل450 دولار، السلم من 250 إلى 300 دولار، البرو حيكون من 650 إلى 700 دولار. عشان تشوف روحك معنا، تبي تشتري برو اشتري، ما نقولكش ما تشتريش، لكن دبر راسك كيف تشتري اقراص، كيف تشترك في البلس معرفش. لكن هيكون تم مقطعنا اليوم، متنساش اللايك والاشتراك، تدعي لأهلنا في كافة الأراضي الإسلامية والعربية، وتصلي على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.